علشان السهل والسريع مش موجود غير على مطبخ ام احمد الوكيل، هنعمل مع بعض البيتفور من غير قمع ولا مكنه ولا كيس حلواني. البيتفور من غير قمع ولا كيس حلواني ولا مكن. امال عملتيه بايه يا ام احمد يا وكيل؟ يلا بسرعه نشوف الطريقه والمقادير من مطبخ ام احمد الوكيل. الربع كيلو دقيق هيعمل معاك حوالي كيلو. الكميه ده اللهم بارك بكوبايتين بس من الدقيق. نفتح واحده ونشوف مع بعض قد ايه هش وبيدوب في البق ده بقى. هش جدا ويستحق التجربه بألف هنا، جربي وهتدعيه. بس قبل ما ندخل على الطريقه والتفاصيل عايزين دعم للقناه بلايك وشير واشتراك في القناه من على اليوتيوب مطبخ ام احمد الوكيل. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الحبيب. مقاديرنا هتكون كوبايتين من الدقيق، عليهم بيضه وكيسين فانيليا ونص كوبايه من السكر البودره وكوبايه سمن. هننزل بالسكر وبالسمن، هقلبهم كويس مع بعض بعدين اضربهم بالمضرب. ممكن نستبدل السمنه السايحه بالزبده. هضربها كويس لما القوام يبقى كريم. دلوقتي بقى هنزل بالبيضه وذره ملح وكيسين فانيليا واضربهم كويس بالمضرب. بعد ما ضربتهم كويس مع بعض دلوقتي ننزل بقى في كوبايتين الدقيق. واقل من ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، واركن المضرب خالص والم العجين بايدي. احاول بس اتوه الدقيق مع باقي المكونات. العجينه كده اللهم بارك بقت جاهزه للتشكيل. لو حابه بقى تعملي لها لونين هتقسمي نص العجينه على جزئين وهتضيفي معلقه من الكاكاو، بس قصاد معلقه الكاكاو هتبقى معلقه من السمن، لان كده اكنك بتزودي دقيق يبقى هتضطري ان انت تزودي سمن. هنقسم العجينه لاربع كور صغيرين بس يكونوا متساويين ونحطهم كده جنب بعض. وبخلة او عود كبريت ونعمل رسمة عليها. وهيبقى ده شكلها. نعمل مع بعض واحدتين كمان. هنخلي الاربع كور كلهم قد بعض وبخلة واشكلها. شكلها خطير. نجرب بقى مع بعض اللي بحنك ازازة الزيت. هنقطع الدايرة دي اللي بتبقى على الازازة من بره ونخليها تبقى زي القمع كده. نجرب كده وعدتين مع بعض. نحط فيها العجينة ونضغط. هكمل بقى باقي الصينية زي ما انتوا شايفين كده وارجع لكم. ونعمل بقى مع بعض لونين كمان بالكاكاو. نعمل بقى وعدتين كمان بالكاكاو. باقي العجينة اضيف لها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقة سمنة واقلب المكونات كلها مع بعض. نشكل بقى الجزء اللي بالكاكاو.
الله اكبر من جمالها وسهولتها، نفس العجينه ما تخلص. ودول اللهم بارك كوبايتين الدقيق بعد ما خلصتهم تشكيل. اولع الفرن على درجه حراره 160 على الرف التاني من تحت، ونشوفهم مع بعض بعد ما يخرجوا. وده البيتفور بتاعنا اللهم بارك بعد ما خرج من الفرن. هسيبه يبرد ونحضر مع بعض الحشوه والتزيين. الكميه طبعا اللي انتوا شايفينها دي من كوبايتين بس من الدقيق، تقدري تضاعفي الكميه وتزودي براحتك. للحشوه بقى نحتاج اي نوع من المربى انت حباه. واقفل عليها كويس. بعد ما خلصتهم كلهم حشو هنزينهم من بره بجوز الهند او فرماسيه او فول سودان. انا اخترت الفول السودان وهتبقى ده شكلها. احطها في المربى بعدين الفول السودان. واخلصهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. نعمل حبة كمان بجوز الهند. النتيجة لو متابعين زي ما مطبخ ام احمد الوكيل بيقول عسل. نفتح واحدة ونشوف مع بعض قد ايه هش وبيدوب في البق دوت. هش جدا ويستحق التجربة بألف هنا. الكمية اللي عملناها كلها دي من كوبايتين بس من الدقيق. لو عايزة تزودي وتضاعفي الكمية براحتك. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل فيديوهاتنا. سلام يا احلى مشاهدين.